يعني انا في مطاعم قابلتها بيقول لك انا معايا دكتور نفساني عندي Yeah. يدرس لي عقليه والله في مصر قابلت مطاعم قال احنا معينين معانا محللين نفسيين عشان يحلل لنا طبيعه وفكر الزبون اللي بيتغير كل فتره وجديد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصمم ومصمم. مصمم معماري ومصمم على النجاح. وهنا أنا قررت أني أستضيف دايما شخص يكون مصمم على أنه ينجح وأنه يثبت نفسه، وبعد كده نقدر نشوف علاقته إيه بالهندسة وبالتصميم العمراني. لأن دايما أنا I believe إن أي شخص ناجح بيكون دايما له علاقة بالهندسة، لأن أنا مؤمن دايما إن الهندسة بتكون عنصر أساسي في نجاح أي شخص. النهاردة معانا وبتشرف بيه جدا واحد من أنجح الشخصيات في مجاله، اللي أنا شخصيا بصراحة بستمتع بيه جدا وأنا بتفرج على فيديوهاته، والمحتوى دايما اللي هو بيقدمه دايما بيكون مفيد ودايما بيكون جذاب. هو شخص اكسبرت في مجال المطاعم وإدارة المطاعم، واللي بالبلدي كده بنقول إيده في الشغلانة. معانا النهاردة يونس. اهلا وسهلا. ازيك يا يونس، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ كله تمام. النهارده انت مشرفنا في اول حلقه من بودكاست مصمم ومصمم. ده ليا الشرف. ربنا يخليك. ومعنى كده ان انت شخصيه ناجحه ومصممه على النجاح، وهو ده الكونسبت الاساسي بتاع البودكاست بتاعنا النهارده. لو عايز اقول لك ان انا كان نفسي ابقى مهندس معماري يعني زمان، عكس الناس. يعني انا اعرف ان اللي بيطلعوا مهندسين معماريين بيعملوا شفت كارير. انا عكس الناس. ايوه يعني من زمان حتى لما دخلت مجال المطاعم تلاقي دي كده بتلعب في اللي اوت والحاجات دي كتير، والكونسبت بقى، وبتدخل بقى في في الاوبريشن، وبتدخل في السايكل بقى بتاع الديزاين والكلام ده كله. هتعرف حاجات مفاجآت دلوقتي كمان. طيب يلا بينا. ده انا شايف ان احنا هنعمل حلقة حلوة ان شاء الله، وخلينا على طول نحاول ان احنا ندخل في الموضوع على طول. اوكي. من وجهة نظرك اهمية الانتيرير ديزاين بالنسبة للمطاعم ايه اهميتها؟ بتضيف ايه للمطعم؟ باختصار سريع، ماشي. المطاعم انا دايما اقول ان هي دلوقتي بقت عبارة عن ذكريات، اجعلوها ذكريات سعيدة. أوكي. تمام. المطاعم يا جماعة مش بتبيع اكل وشرب، المطاعم بتبيع تجربة، بتبيع اكسبيرينس. التجربة دي 3 حاجات في قلب بعض. حاجة واحدة منهم وقعت خلاص التجربة وقعت. تجربة عبارة عن الأكلة الحلوة اللي بتاكلها جوه المطعم، وخدمة رائعة أو خدمة مميزة في ظل أجواء وأمبيانس زي ما بيقولوا كده بتساعد الكونسبت. تمام. يعني تساعد البرودكت اللي أنا بقدمه، سواء كان أكل أو كان خدمة، لازم يبقى فيه أجواء بتتماشى معاه. مين اللي بيدل على هذه الاجواء او مين اللي بيساعد ان الاجواء دي تتعمل زي ما احنا عايزينها؟ الانتيريور ديزاين، الميوزك اللي موجوده، الاستاف اللي شغال، اللون اليونيفورم بتاع الاستاف، كل دي عوامل بتساعد على الهويه. التجربه، الهويه عامه، الهويه بقى البصريه بكل اشكالها. تمام. والهويه السمعيه. فالانتيريور ديزاين جزء من نجاح تجربه اي مطعم. لو انا عملت مطعم ملوش كونسبت، ملوش هدف، ملوش مفهوم، ملوش بقى دلائل بصرية وسمعية تحاول توصل للعميل الموجود والزبون الموجود ايه هي فكرة المكان ده وايه هي التجربة اللي انا عايزك تيجي تعيشها، مش هينجح. ولا هتبقى ذكرى سعيدة، ولا ذكرى حتى كئيبة، ولا حتى ليها معنى. يعني لا كده ولا كده، ولا هتبقى ليها اي ذكرى. فطبعا الانتيريور ديزاين عامل مهم جدا من عوامل نجاح اي مطعم في الوقت الحالي بالذات اكتر من زمان. يعني نقدر نقول ان هي الاكسبيرينس كلها اللي بتتاخد بيبقى 80-70% منها بيبقى في الانتيريور ديزاين. يعني هنقول مثلا خلينا نقسمها على 3. أوكي. 35% الاكل، و35% الخدمه او السيرفيس، و30% الانتيريور ديزاين. هرجع تاني واقول لك اي عامل من ال3 وقعت التجربه. لذلك المطاعم الناجحه، المطاعم اللي بتعمل شغل كويس جدا، المطاعم اللي انا اقول لها انتوا هتكملوا، هي المطاعم اللي بتعمل ال3 حاجات دول صح. بتقدم اكل حلو في خدمه مميزه، وفي نفس الوقت في امبيانس او في اجواء بتخدم الكونسبت ذات نفسه. يعني ما ينفعش تكون مثلا انت مطعم بتقدم اكل ايطالي ومشغل لي ميوزك مصري، او مشغل لي مثلا حاجه فرنسي. تمام. صحيح. فلازم الانتيريور ديزاين، الهويه البصريه، الهويه السمعيه، تخدم نوع الاكل اللي انت بتقدمه، نوع الكونسبت، حتى كمان السيرفيس اللي انت بتقدمه. حلو قوي. يعني الكلام ده بقى ياخدنا لجزء مهم
انا النهارده لما هاجي ابدا المشروع بتاعي، انا راجل مش اكسبرت في المطاعم ومعايا قرشين وقررت ان انا عايز افتح مطعم. طب ليه عايز تعمل في نفسك كده؟ عشان هم قالوا لي ان انا هكسب فلوس كتير. المطاعم بتكسب صح. والمطاعم بتكسب، قاعدين على القهوه كده. أيوة. فانا معايا شويه ملايين، فقررت ان انا اجيب حد اكسبرت واقعد معاه واقول له انا عايز ابني براند وعايز اعمل حاجه اكسب وانجح وابدا اكسباند وكده. البدايه بتبدا من الديزاين ولا من المنيو المطعم او الكونسبت نفسه؟ انت بتبنيه بناء على ايه؟ بناء على اول حاجه، لو انا بفكر افتح مطعم لاول مره وبفكر افتح مطعم جديد، اول حاجه لازم افكر فيها ايه اللي هبيعه. ايه الاكل، ايه البرودكت بتاعي. المطاعم فيها برودكت، ما احنا قلنا هي بتبيع تجربه، بس جزء من التجربه البرودكت والسيرفيس والامبيانس. فايه اول حاجه انا هبيعها؟ لانه بناء على المنيو اللي انا هحطه هيتحدد الكونسبت، عن طريق الكونسبت هيتحدد الانتيريور ديزاين، عن طريق ال الاكل اللي انا هبيعه هيتحدد اللي اوت بتاع الكيتشن عامل ازاي، ايه المعدات اللي انا محتاجها تكون موجوده في الكيتشن، ايه الموظفين اللي انا محتاجهم يشتغلوا. انا محتاج شيف غربي، محتاج شيف شرقي، محتاج معلم فول وفلافل، محتاج كذا. بناء على البرودكت، بناء على البرودكت بتتحدد مساحه المطبخ، مساحه الصاله. تمام. هتتحدد انا هبيع ديليفري ولا لا، هبيع تيكاوي ولا لا، هبيع في الصاله بس ولا هبيع ديليفري وتيكاوي بس وما عنديش صاله. هيتحدد الالوان، هيتحدد كل حاجه بناء على اللوكيشن. اللوكيشن افتح فين بناء على البرودكت اللي انا هبيعه. اللوكيشن ده طبعا شيء ميجر، طبعا شيء اساسي، شيء اساسي جدا. هل اللوكيشن بيحكمك في الكونسبت؟ طبعا يعني انت بتبص تشوف مين الكومبيتيتورز اللي حواليك بناء على الكونسبت اللي انا هقدمه. افتح فين؟ لان برضو هل الكونسبت ده بيسد فجوه في المنطقه دي ولا لا؟ صحيح. في جاب هنا ولا لا؟ صحيح. عميلي المستهدف موجود هنا ولا لا؟ برضو حتى البرودكت هيحدد مين عميلي المستهدف. فانا اول حاجه بفكر فيها لما اجي افتح مطعم انا هبيع ايه. بعدين بقى هترتب عليه كل حاجه، الكونسبت، الديزاينات، اللي اوت بتاع المطبخ، اللوكيشن، الستاف، كل حاجه انا محتاجها هتحدد على اساس. في ناس بقى تغلط تقول لك انا شايف مكان هنا حلو فاضي قوي، انا عايز اروح اجر افتح مطعم. في ناس تغلط بشكل تاني، تشوف مثلا تقول لك ايه، انا شايف ان المطاعم المصريه حاليا في الامارات شغاله حلو قوي، انا اروح افتح مطعم مصري. طب هل انت نفس كونسبت قاعدين على القهوه وبرضه والمطاعم بتجيب فلوس حلوه قوي، يلا بينا نفتح مطعم. بالزبط. نفس الكونسبت. فمن البدايه مشكله كبيره. حتى انت عارف يعني كلنا خلينا ناخدها بقى بشكل علمي شويه. في كتب التسويق، كتلر مزيج التسويق، هم ابتدوا باربع حاجات: البرودكت، البليس، البيبل، والبروموشن. فانت اول حاجه البرودكت، انا هبيع ايه وفين والمين وازاي، وزودنا عليها بقى السعر بكام، وزودوا بعد كده البروسيس، وزودوا بعد كده الفيزيكال ايفيدنس، اي حاجه انت ممكن تشوفها سواء بقى في الديكوريشن او البراندنج او. فانت لو جبتها بطريقه حتى علميه، انت اول حاجه برضه تفكر فيها البرودكت. لو جبتها بطريقه خبره عمليه، اول حاجه انا هبيع ايه، وبناء عليها هتقرر تاخد كل القرارات اللي انت ناوي تاخدها عشان تفتح مطعم. بس في ناس بتيجي تقولك انا عايز اعمل المطعم يبقى ديزاين مفيش زيه ابدا. والناس هتيجي تتصور في المكان وهتخوض الاكسبيرينس، والاكل بقى زي ما يجي، الشرب مش هو ده المهم. المهم ان انا رايح اتصور في المكان. ايه رايك في الكلام ده؟ بص، انا هرجع تاني اقول لك، انا قلت لك ايه، انت لو حققت النجاح في 3 عوامل انت مطعم هيطير، هيكبر، هينجح. اكل حلو، عندي خدمه كويسه، وعندي امبيانس بتخدم الحاجتين دول. طب نفترض ان انا مطعم ديكوري جامد قوي، بس الاكل عندي عادي. الناس هتيجي تقعد في الوقت اللي هي عايزه تيجي تقعد فيه، في الوقت اللي هي عايزه تنبسط بيه فيه، في الوقت اللي هي عايزه تيجي تتصور عشان تحط صوره على انستجرام، في الوقت اللي هي عايزه تيجي تعيش بس تجربه ان الديكوريشن هناك راقي او الكلام ده. لكن مش هتجيلك باستمرار، مش هتجيلك على طول، لان انت واقع في حته تانية، واقع في حته ان الاكل مش حلو. تمام. لكن لو الاتنين مكملين بعض، يبقى انا هجيلك مره واثنين وثلاثه. طب هستفاد منك ان الترن اعاده دوران الزبون على المطعم هيكون بشكل اكتر وبشكل اسرع. لكن في مطاعم ديكوراتها حلوه جدا قوي، تمام، بس اكلها مش حلو. هل انا هروح لها بشكل مستمر؟ لا، انا هروح لما اكون حابب اتصور، هروح لها لما اكون حابب اقابل حد مثلا وعايز
اخد صوره انا وهو عشان مم. انزلها على انستجرام. مم. هروح لها لو انا مثلا عايز اعزم خطيبتي في مكان شيك ومكان حلو عايز واتمنظر والكلام ده. وخلاص. ولكن هي مش بتبقى اساس النجاح. ليه؟ لان مفيش زيارات متكرره على المطعم، فمفيش تيرن اوفر عالي، فمفيش فلوس، فمفيش ارباح زي لما اكون انا بعمل الثلاث حاجات دول وبخدم الثلاث حاجات دول. وعلى فكره هي مش سهله ان الانتيريور ديزاين يخدم الكونسبت. ساعات بتلاقي اللي بيعمل البراندنج ماشي في حته، والانتيريور ديزاين ماشي في حته، دي مشكلة والمنيو كبيرة. في حته، دي مشكلة والاستاف في حته ثالثه، والمدير صح. في حته رابعه، وصاحب المكان بقى دماغه في لذلك احنا دايما نقول ايه، لازم نحافظ على الهوية بتاعت المطعم. ما ينفعش مثلا ان انا اكون بقدم مطعم وليكن فاست كاجوال، واجي احط فيه اكلات فاست فود واقول انا عشان شايف ان الفاست فود ماشي وشغال في الحته دي. صح. ما انت كده الزبون هيجي يلاقي حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. انا ما ينفعش احط مثلا عربيه فول وفلافل في مستشفى مش جاي معايا، هياخد باله هيحسها. حتى لو هو الزبون مش عارف الاساس العلمي بتاعها ومش عارف ان ان الاكله دي مكانها مش في الحته دي، والبرودكت اللي انت بتعمله مكانه مش مع الانتيريور ديزاين ده، بس هيبقى واخد باله بطريقه مختلفه. هيحس ان في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. انا دايما لما بيجي لي اي حد بيقعد معايا يقول لي يلا انا خدت مكان وعايز ابدا اشتغل الديزاين، اول حاجه بقول له عليها بقول له وريني الهويه. يقول لي ايه الهويه؟ انا عامل لوجو. اقول له لا لوجو ايه؟ وبعدين عملت ايه؟ يقول لي خلاص عملنا اللوجو بقى يلا عايزين نعمل اقول له لا تعالى بقى نعمل هويه. شوف الاول ايدنتيتي. اعتقد ان لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض طبعا يعني البراندنج والانتيريور ديزاين لازم. واحيانا في ناس بتعمل الهويه الاول والبراندنج والسي اي والايدنتيتي، بعد كده بيروحوا الانتيريور ديزاين. يعني ماشي، بس المهم ان هو ما بداش ينفذ على ارض الواقع الا لما هم قعدوا مع بعض وحصل الكوردينيشن ده. لان الكوردينيشن ده مهم جدا. انا النهارده، وعلى فكره انا بشوف معماريين كتير كمان بيبتدوا هم يعملوا الهويه وبيحطوا الفكره وبيحطوا الكونسبت وبعد كده بيبدا يشتغل عليها. خاصه الكلام ده بيبقى في المطاعم اللي هو بنتكلم ال7 ستارز اللي هي اللكجري قوي، فاين دايننج والحاجات دي. بتلاقي دايما المعماري او الانتيريور ديزاينر هو اللي حاطط الكونسبت والفكره الاساسيه، وبعد كده بيبدا الباقي يخدم عليها. اعتقد حتى الفاين دايننج بيبقى اللوجو او البراندنج بتاعهم بيبقى عباره عن كلمه، مفيش حاجه فيري سمبل، حاجه سمبل جدا. لان المهم كله في الانتيريور ديزاين. وانت معاني مدرسه بقى ان انت النهارده تعمل فاين دايننج هاي اند ريستورانت، ولا ان انت تعمل مطعم يعني بيخاطب كلاس بي. لا انا مع مدرسه البيزنس. انا معايا قرشين افتح بيهم مطعم. ما هو ده بيزنس وده بيزنس. هشوف الROI هيجي لي اعلى فين. ما انا ممكن اكون مثلا بفكر افتح مطعم في دبي، شايف ان في جاب في الحته الفاين دايننج، وده طبعا مستحيل يعني، اشهر مطاعم في العالم موجوده كلها في دبي. صحيح. تمام. فهروح العب في الحته دي علشان خاطر ان انا شايف ان في نيدز، فهلعب فيها واشتغل. شايف ان مثلا المطاعم اللي هي الفاست كاجوال في نيد فيها، فهتجيب لي ROI اسرع لان في طلب، فيبقى في مبيعات، فيبقى في ارباح. هلعب فيها. فانا انا مع الحته اللي دراسه الجدوى تقول لي عليها فل هنا، ودي تبقى مربوطه بقى بحاجات كتيره جدا، وانا شايف اهمها اللوكيشن. طبعا اللوكيشن ده عندي رقم واحد طبعا. اللي ببدا ابني عليه اصلا. احنا فين؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا هنتحرك ازاي؟ صحيح. انا مش مع يعني انا كيونس ما بحبش البيزنس اللي هو يقول لك بيع بسعر قليل وبيع كتير واكسب، لان هو بيبقى في المطاعم هيدك. تمام. فانا اشرحها لنا دي، اشرحها لنا معلش. يعني على سبيل المثال يقول لك ايه، بيع بسعر بسيط فانت هتبيع كتير. اوكي. يعني مثلا خلينا نستخدم كده مثال كبيتزا. في تلاقي مطعم بيبيع البيتزاية مثلا ب20 درهم. اوكي. تمام. ومطعم بيبيعها هي ممكن تكون الانجريدينتس بس مختلفة ككواليتي شوية ب100 درهم. اوكي. اللي بيبيعها ب20 درهم هو بيبيع 1000 واحدة في اليوم، فبيبيع ب20,000. اللي بيبيعها ب100 درهم بيبيع مثلا وليكن 200 واحدة في اليوم، فبيبيع ب400,000 او بيبيع 500 واحدة وهكذا. بيبيع اقل، بس في الاخر المحصلة بتاعت رقم المبيعات واحد. ممكن تكون كمان النت بروفيت في الاخر قريب من بعضه. تمام. ولكن الفرق فين هنا بقى؟ فيه هيدك اعلى، اللي بيبيع كتير، في موظفين اكتر، في اوبريشن اعلى، تشغيل. في خامات بنشتريها كتير، في وهكذا. اللي بيبيع بسعر اعلى فهو مركز في الكواليتي
مركز ان هو يقدم سيرفيس كويسه، مم. مركز ان هو يقدم تجربه حلوه. مم. فانا دايما بميل للحته، يعني دايما بميل، ولكن مش عشان انا بميل فهو ده الاصح، لا. مم. بالعكس، ممكن الناس تستثمر. انا دايما اقول للناس ساعات ايه، يا جماعه ده مفيش احلى من الاستثمار في الكافتريات الهندي. شويه والله. شاي كرك وبراتا، اه والعميل بتاعك بسيط جدا، مش متوقع، من الاكسبكتيشن بتاعته مش عاليه قوي. مم. هو جاي يشتري ب5 درهم واحد كرك واحد براتا شيبس عمان، اه تمام، والدنيا هاديه ولذيذه، انا وببيع اكتشفت منها موضوع كتير. البراتا ده خطير. هتبيع لك في اليوم 1000 كوبايه شاي كرك، مم. مش كسبان فيهم 200 درهم مثلا في ال1000 كوبايه، 300 درهم ان ما صحيح. كانش اكتر. صحيح. تمام، ده صحيح. غير البراتا، غير السندوتشات، غير الكلام ده. مم. بس مش معنى كده ان انا بشجع الناس تروح ناحيه الحاجه البسيطه او ناحيه الحاجه الفاين دايننج. الناس في الاول في الاخر لازم تعمل دراسه، والدراسه دي تكون واقعيه، ودراسه الجدوى هي اللي هتقول لك ان كان هذا المشروع له جدوى ام لا. هي اللي هترد عليك في المنطقه اللي انت اخترتها دي ام لا. والله كان له جدوى كمل، ما كانش له جدوى غير المنطقه، غير نوع البيزنس، غير الموديل بتاعك، وجرب مره تانية. طيب خليني اسالك سؤال، انا كمعماري بيشغلني كتير جدا وبفكر فيه كتير جدا. خلينا نتكلم اكتر عن مصر وعن الامارات وغيرها. تمام. ليه في مصر ما بنلاقيش مطاعم بتاخد جوائز عالميه في التصميم، في التصميم وفي كل حاجه؟ يعني في مطاعم هنا في دبي واخده نجمه ميشلان بالظبط، واكتر مطعم. مصر ما فيش الكلام ده. ليه كمان في مصر الديزاين عندنا ليميتد لحد حته معينه، ما نقدرش ان احنا لو جه حد النهارده فكر ان هو اكسباند او يسرح بخياله يعمل بقى مواضيع ويخترع او يبدا يكرييت افكار جديده، بيبتدوا لا يعملوا ليميتيشن. ليه بقى بيحصل ده؟ بص، اعتقد في الفتره الجايه هنلاقي حاجات كتيره في مصر. الفتره الجايه مختلفه. مصر يعني مرت بمرحله صعبه، مرحله ما بعد الثوره، ومرحله كورونا، ومرحله الحرب بتاعت اوكرانيا. والناس المستثمرين في مصر كانوا بيصحوا من النوم مستعدين ان هم، عارف انت اللي شايل سلاحه على الضفه، تمام، ان هو لازم يقابل واقف على الجبهه، بيحارب. تمام. التضخم والانفليشن اللي حصل كان بيخلي فيه تذبذبات في اسعار الخامات بشكل عالي جدا. الناس كانت بتعمل هندسه منيو كل يوم، الناس كانت بتعمل قائمه ارباح وخسائر كل يوم. انا لسه راجع من مصر وسمعت من الناس هناك. ولكن بعد يعني التعويم الاخير والثبات اللي حصل للجنيه مقابل الدولار، فاصبح شويه البيزنس ستيبل، بدات الناس تفكر بطريقه مختلفه زي ما بيحصل بره. ولكن مش معنى كده ان مفيش مطاعم حلوه في مصر. في مطاعم حلوه، ومطاعم عامله ديكوريشن ظريف وجميل. ظريف وجميل، بس مش عاملين البومينج. مش عاملين البومينج ليه بقى؟ لان صناعه المطاعم في مصر لسه ما وصلتش للسوق بتاع دبي. انت هي دي بقى اللي بتكلم انت فيها. في دبي في جوائز عالميه موجوده، بالزبط. في ميشلان موجود، ميشلان لسه ما راحش مصر. في مجله تايم اوت، BBC جود فود اوورد، كل دي بتعمل شورت ليستد للمطاعم، من ضمنها بيبقى احسن مطعم، احسن تصميم. صحيح. تمام. في واتس اون اعتقد كمان. بيبقى في حاجات كمان، مسابقات خاصه بالانتيريور ديزاين، بيختاروا احسن مطعم، كوميرشال انتيريور ديزاين والحاجات دي كلها. الحاجات دي هي ما راحتش مصر. دي بقى يعني نسأل فيها المسؤولين عن قطاع السياحة والضيافة في مصر، ان دي بتعلي المنافسة، بتخلي المنافسة شديدة جدا في مصر، بتخلي كمان تجربة الزائر اللي رايح بيلاقي مطاعم كويسة. ولكن يعني انا شفت مثلا من ضمن الاماكن اللي انا كنت فيها مؤخرا كان قصر الكبابجي. قصر الكبابجي انا كنت بشوف ديكوراته من بعيد من على السوشيال ميديا، بحس ان هي اوفر، بحس ان هي اوفر جدا يعني. أوكي. بس انا لما رحت زرت قصر الكبابجي وفهمت وعشت بقى التجربه بنفسي، لا هم عاملين حاجه، وهم قالوا لي كده، احنا عاملين حاجه بتخاطب الفئه اللي هي الراقيه جدا. انا عايزك تيجي تحس ان انت قاعد في قصر عابدين، تشوف النجف المذهب، تشوف الشمعدان، تشوف الالوان دي. احنا عايزينك تحس انت داخل قصر عابدين. وفعلا انا لما دخلت مطعم قصر الكبابجي في مدينتي كاني داخل فعلا قصر عابدين. حقيقي. حاجه رهيبه يعني. وشكل العربيات اللي واقف بره والناس اللي قاعده جوه، وحتى ريحه البرفانات انت داخل كده المطعم، هو جاب العميل المستهدف بتاعه.
في مطعم كمان شجرة الدر لما رحت زرته في زايد. وانا بكلمك على مطاعم بصرف النظر عن الاكل، انا بكلمك كمان عن ديكوريشن. كان الانتيريور ديزاين بتاعه كان ظريف جدا، بيخاطب الكونسبت اللي هو بيقدمه. حسيت فعلا ان انا قاعد في مطعم مصري. في مطاعم امريكي او جنوب امريكي بتقدم اكل جنوب امريكي زرتها، زي تشيكن اند ريبس وزي بوتشري برجر. دخلت شفت المطعم او دخلت المطعم، حسيت فعلا بالتجربه ان انا داخل زي فرايديز، زي تشيليز، زي فادر كارز. حسيت ان انا فعلا داخل مطعم بيقدم اكلات امريكيه. في مطاعم بتنقل لك التجربه والمفهوم، ولكن كنسبه وتناسب بين حجم المطاعم اللي موجوده في مصر قليل جدا. قليل جدا. لو انت جيت قارنتها بدبي، انت دبي بتتكلم طبعا هي اعلى معدل اف ام بي وقطاع مطاعم في العالم موجود. صحيح. في دبي. دبي بتتكلم اكتر من 13,000 مطعم. تقريبا كل يومين بيفتح مطعم في دبي. صحيح. ولكن بسبب المنافسه الشديده وان الناس اللي عايشه هنا، انت بتتكلم في دبي حوالي 3 مليون ونص ل 4 مليون، مقارنه مثلا ببلد زي القاهره 35 مليون او 25 مليون تقريبا، عشان ما اكونش بقول رقم غلط، بس الجاب كبيره جدا طبعا. ومقارنة بعدد المطاعم هنا وعدد المطاعم هنا، فانت المنافسة عالية في دبي، فبتضطر انك تقدم احسن انتيريور ديزاين، بتضطر انك تبقى عايز تبقى شورت ليستد موجود في مجلة من المجلات. صحيح. غصب عنك. في منافسة، ولكن لسه ما فيش منافسة كبيرة في مصر. الرياض ما فيهاش منافسة كبيرة. انت بتتكلم في دبي بلد من البلدان اللي هي تعتبر عاصمة العالم. 200 جنسية عايشة هنا، فهنا تلاقي المطاعم اللي بتخاطب العالم كل، مطاعم هندي، مطاعم ايطالي، مطاعم فرنسي، مطاعم من اوزبكستان، مطاعم برتغالي. انا طبعا يعني اسيوي، بوسناوي، كل حاجه إيه. كل حاجه كل موجوده. الحاجات دي موجوده. ففي منافسه، ففي مدرسه. فانت تيجي دبي فعلا نتعلم كل حاجه موجوده في الاف ام بي. انا بتكلم حتى في مجالي في قطاع المطاعم، من انتيريور ديزاين، من برودكت بيقدموها، من ستايل خدمه. لذلك حتى انا دايما اقول المطاعم في دبي يا جماعه دلع. المطاعم في دبي دلع. المطاعم في دبي انا يمكن زرت مثلا 4 بلدان من او 4 بلدان. احلى مطاعم او احلى خدمه خدتها ما زالت في دبي. طيب نتكلم بقى عن جودة الاكل. الاكل المصري في دبي زي الاكل المصري في مصر؟ في حدوته مصريه بس. حدوته مصريه الاكل فيها احلى من مصر والله. ده عن حاجه، عن جد، عن حقيقه. مع ان انت الكواليتي بس انت بتجيب الخامات بتاعتك. في خامات بتيجي من مصر وخامات بتيجي من هنا. بس الخامات اللي بتيجي من مصر هي الخامات اللي هي الكواليتي العاليه جدا. يعني اللي احنا يعني مثلا الحمام هو احلى حمام في العالم في مصر. تمام. معظم الحمام اللي بيبقى موجود في بلدان، اكيد طبعا مش هروح اجيب حمام من فرنسا اكيد. تمام. لان هو الحمام اكله من الاكلات الموجوده في المطبخ الفرنسي. ولكن مثلا حمام في الخليج بيبقى يابس شويه، بيبقى ماسك نفسه شويه، مش بيبقى طري او لحم طري زي مصر. المانجا بنجيبها من مصر. احلى مانجا في العالم كله المانجا المصري. طبعا مفيش مانجا. بص انا اكلت تقريبا كل انواع المانجا اللي في العالم. يعني حتى كان من ضمن في مره عملت فيديوهات بقارن فيها انواع مانجا من هنا، هندي، باكستاني، جنوب افريقي وهكذا. لا، المانجا المصري لا يعلى عليه طبعا. سبحان الله. طبعا دي ما فيهاش نقاش. فاحنا بنجيب من مصر الحاجات الكواليتي بتاعها اوريدي مش هنلاقي زيه موجود في اي بلد تانية. لكن مثلا انت عندك هنا دقيق حلو جدا، يمكن احلى من مصر. عندك طبعا الرز كده بنستورده كله. حتى في مصر الناس بتستورد الرز، مش مكفي. الملوخية، لا الملوخية من مصر اساسي، ما ينفعش الملوخية ما تجيش من مصر. ولكن التوابل بقى دي مش من مصر. البهارات، لان انت برضو هرجع تاني اقول لك انت في بلد بتستورد كل انواع التوابل والبهارات، لان كل الجنسيات موجودة هنا بتوابلها ببهاراتها بتيجي. فطبعا انت لما بتحمص الحاجة لسه في وقتها وتطلع البهارات سخنة والزيوت العطرية اللي طالعة منها بتفرق. مش زي مصر ممكن تخش اي مطعم تلاقي كل التوابل بهارات مطحونه ومحطوطه الا من رحم ربي. فدي بتبقى عامل مهم قوي مع الكواليتي بتاع الاكله. اللحوم طبعا، اللحوم هنا غير مصر. تمام. طبعا بتفرق بقى في الكواليتي بتاعت الاكل ولا انت بتضطر مثلا هنا عشان تشتغل شغل كويس زي حدوته المصريه بتجيب نوع لحمه غالي. صحيح انت لو جبت لحمه زي مثلا لحمه من مصر هي بتبقى ارخص ليك، بس طبعا الاستيراد
او تصدير اللحمه من مصر ممنوع لان هي سلعه استراتيجيه. ولكن فانت بتروح للبديل، البديل بيبقى اغلى طبعا، والبديل بيبقى اغلى والكواليتي عالي جدا. ففي الاخر انت بيبقى عندك الفرصه انك تطلع طبق حلو، طبق كويس. غير المطاعم المصريه اللي هي قدامها، يعني مثلا في لحمه فروزن وفي لحمه فريش. صح. انت ممكن تشتغل فروزن، ممكن تشتغل فريش. بس هل الاثنين هيدوك نفس الطعم؟ لا طبعا. مستحيل. لا طبعا. لو انت اكيل هتعرف الفرق. تمام. فلو اشتغلت فروزن فانت بتقدم كواليتي تعبانه، بتقدم طعم مش حلو. لو اشتغلت فريش هتقدم كواليتي كويسه. فالمطاعم المصريه على حسب هو بيشتغل بكواليتي ايه، هتلاقي الحلو وهتلاقي الوحش. هتلاقي اللي بيقدم الطعم المصري الاصيل يمكن احلى من مصر، وهتلاقي اللي بيقدم الطعم المصري الاصيل زي مصر، وهتلاقي اللي بيقدم الطعم المصري الاصيل بس بقلب بالكواليتي من مصر وتعبان وفي دفيهات موجوده ومش زيه يعني. طيب خليني اتكلم معاك بقى عن شويه قصص حزينه. اوكي. كده اتعدل بقى. مطاعم كتيره جدا احنا شفناها في ال10 سنين اللي فاتوا وال15 سنه اللي فاتوا، بدأوا كسروا الدنيا وبعد كده ضربوا غطس، نزلوا انهاروا، مش نزلوا عادي، انهاروا. ليه؟ اي بيزنس في الدنيا بيبقى له مده وفتره صلاحيه ولازم يحصل له تجديد. حلو. احنا عندنا زمان اتربينا زمان طبعا. الفكره ده اتغير دلوقتي وبعد ما ظهرت البراندات الكبيره في السوق. عارف انت فكره المطعم اللي قايم على الدرج، الحاج قاعد على الدرج ده ما بيقومش. مفيش حاجه اسمها كوست كنترول، مفيش حاجه اسمها انتيريور ديزاين، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. في مطاعم منها ما زالت مستمره وشغاله، زي مثلا محمد احمد في اسكندريه. السنين. زي مثلا في ابو ظبي مطعم مشاوي السلطان، مطعم فوق 60 سنه شغال. تمام. بس هل المطاعم دي ناخدها كمثال نقول احنا لازم نفتح مطعمنا نفضل 60 سنة ما نغيرش في الديكور؟ لا. هو ممكن مثال 2 3. وهل مبيعاتها ما زالت مستمرة بنفس المبيعات؟ مستحيل. لا، اكيد مبيعاتها برضو بتقل، ولكن ممكن تكون مصروفاتها قليلة فالناس قادرة تستحمل. ولكن اي بيزنس وبالذات بيزنس المطاعم له مدة صلاحية. وانا دايما اقول مثلا على حسب الكونسبت، الكوفي شوب ماكسيمم 5 سنين وتغير الديكور. ماكسيمم 5 سنين ده كتير. يعني انا بقول ماكسيمم 5 سنين. مش هنشتغل احنا كده. ماكسيمم 5 سنين وتغير الديكور. مش بس كمان تغير الديكور، انت لازم تغير الديكور كل فترة. لازم كل فترة اقل بقى تغير المنيو، تعمل تجديد في المنيو، تعمل هندسة منيو كل 6 شهور، تنزل اكلات جديدة. لازم كمان تبتدي تخاطب الفئات العمرية المختلفة. ما انت اللي كان بيجي ياكل عندك من 10 سنين وهو عنده 40 سنة، هو دلوقتي بقى عنده 50 سنة، بقى عنده السكر والضغط والكلام ده، مش هيجي ياكل من عندك، هيبقى بياكل دلوقتي مسلوق في البيت. تمام. صحيح. دي نقطة فانت لازم جداً. تخاطب الفئات العمريه كمان اللي بدات تظهر جديد في السوق. يعني لو انت ما امنتش بان في فئه دلوقتي مختلفه بتفكر غيرنا خالص ومحتاجه. يعني انا في مطاعم قابلتها بيقول لك انا معايا دكتور نفساني عندي يدرس لي عقليه والله في مصر قابلت مطاعم قال احنا معينين معانا محللين نفسيين عشان يحلل لنا طبيعة وفكر الزبون اللي بيتغير كل فترة وجديد. حتى هنا في دبي، انت في دبي مثلا دولة من ضمن التحديات اللي بتقابل المطاعم بشكل كبير ان العملاء اللي عايشين في دبي بيحصل لهم تيرن اوفر بشكل رهيب جدا. لان انت ممكن تيجي تشتغل 3-4 سنين وتسافر ترجع بلدك. صحيح. ففي ناس كتير بتيجي جديدة وناس قديمة بتمشي وهكذا. في مناطق بتتغير حرفيا. يعني مثلا دبي مارينا كانت اول ما فتحت كانت كلها عرب، دلوقتي معظمها روسيين. فانت لازم تكون مرن مع التغييرات اللي بتحصل حواليك، سواء التغييرات اللي في الديموغرافية في العميل المستهدف بتاعك، سواء التغييرات في الاجيال اللي كانت بتاكل من عندك، سواء انا كمان كعميل ما انا مليت بقى خلاص. ما انا ايه اللي هيخليني اجي عندك بنفس الديكوريشن بتاعتك؟ ما انا اروح بقى كوفي شوب تاني فتح. يعني نرجع لحته الديزاين. طبعا الديزاين مش بس الانتيريور ديزاين، الديزاين بتاع كل حاجه. حتى ريبراندنج، انت ممكن تعمل ريبراندنج بعد فتره كمان للبراندنج بتاعك. انا دايما بعمل ايه لما بنيجي ناسس براند او حتى بنشتغل مع براند هو شغال من فتره، بنعمل له حاجه اسمها CI اللي هو الكوربريت ايدنتيتي كانتيريور ديزاين. بنيجي كل سنه ونص
او سنتين نعمل فيرجن 2 للكوربريت ايدنتيتي، بعديها بسنتين نعمل فيرجن 3. احنا الكونسبت الاساسي موجود بس بنبدا نطور فيه. بالظبط. بنطور فيه اكوردنج لايه بقى؟ لحاجات كتيره جدا، للماتيريالز اللي اتغيرت، للترند النهارده بقى عامل ازاي، للسيركيوليشن اللي اختلف بتاع البار والمطبخ، ولسه عايز اتكلم معاك في الموضوع ده، بتاع الجست اريا، الاوت دور، الاندور، كل الحاجات دي النهارده شكلها بيختلف. انا كمان بميل دايما، بحب ان انا في اي ديزاين بعمله لاي مطعم طبعا اكوردنج للكونسبت بتاعه، ان انا احاول استخدم ماتيريالز ناتشورال بتدي الاحساس بالتجربه. يعني انا ضد خالص ان انت تيجي النهارده عايز تعمل مطعم، فانت شطبت قبل كده في حياتك شقتين 3، فهتقوم عامله مشطبه زي البيت، وتعمل دهانات وتعمل الجبسون بورد وبيوت النور وخلاص، وتحط شويه صور وانا كده اموري تمام. مختلفه خالص. وللاسف انا شفت ده كوارث في حتت كتيره جدا، ومش بس بتكلم في مصر وبره مصر، في ناس كتيره جدا برضو عامله كده، بيستسهلوا اللي هو منطقه الديزاين. لما تيجي بقى تتكلم معاهم يديك امثله، يقول لك ما مثلا مطعم، يعني هنقول اسماء عادي، احنا بنقول اسماء من اول البودكاست. مطعم ابو حيدر. ابو حيدر ده عايش بقاله مليون سنه. فين الانتيريور ديزاين؟ ده مطعم من المطاعم اللي عايشه على الدرج. بس ناجح لحد النهارده، انت ما بتعرفش تقف قدامه. ايوه بس هو فتح فرع واحد. هم صح ولا احنا صح؟ ايه رايك؟ لا هو يعني مثال زي كده، هو مطعم فتح فرع واحد، هو ما يقدرش يتوسع، ما يقدرش يكبر. عنده تهديدات ممكن تكون بتقابله كتير، ان ممكن اي حد يعمل نفس الاكل ونفس الطعم قريب منه والكلام ده. في ناس عملت، انا شفت ناس عملت كتير بس ما عرفوش. واعتقد 100% انا من الناس اللي بتحب ابو حيدر جدا، وما فيش سنه انزل القاهره ما كنتش من عنده طبعا. اعتقد برضو حجم الزحمه اللي عنده بدا يقل سنه، لان المطاعم اللي بتقدم نفس اكله زادت. تمام. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، ابو حيدر ممكن يكون مطعم من المطاعم اللي هي لو طورت وغيرت الديكوريشن ما اشتغلش. يعني في مطاعم انت لو طورت فيها، هو الكونسبت بتاعه قايم على كده على فكره. صحيح. الكونسبت عند ابو حيدر مثلا ان انت تروح تاكل وتقف في الشارع، تاخد سندوتش الشاورما، تركن على اي عربيه، واقف في الشارع وبتاكل وشايف اليافطه والعلامه بتاعته، هي جزء من التجربه، انك بتروح واكل عند ابو حيدر وبترجع للذكريات والكلام ده وكده. صحيح. هي برضو جزء من التجربه. صحيح. تمام. صحيح. فممكن لو ابو حيدر غير وعمل تطوير، لان ده اوثنتيك جدا، ودي حاجه من الحاجات حاجه نوستالجيا اكتر. ايوه يعني ذكريات. انا بروح بذكريات، ولما اكل لازم اكل نفس التيست واكل نفس الطعم وما احسش انه اختلف. ابتدي ارجع بقى، يا انا كنت باجي انا وبابا واجي انا وجد، واقعد افكر في الكلام ده كله. صح. لو جدد يقفل، لو جدد ممكن يخسر. صح. لكن هو ممكن يعمل حاجه تانية. ممكن يفتح فرع جديد بشكل او بديكور بقى انتيريور ديزاين يحاكي برضو الماضي ويحاكي القديم اللي عنده، وفي نفس الوقت بيخاطب الفئه العمريه اللي هي ما تعرفش ابو حيدر. ما في ناس طالعه دلوقتي جديد ما تعرفش ابو حيدر، تسمعش عنه طبعا. تمام. فانا طبعا عايز اخاطبها، فممكن مثلا تبقى في ناس ابتدت تعمل كده وابتدت تشتغل كويس. بالظبط كويسو. اشتغل كويس جدا وعمل كواليتي حلوه قوي، وابتدى يخاطب بقى الفئات اللي لسه طالعه جين زي والاكبر منهم شويه، ابتدوا يشتغلوا عليه، ابتدى يعمل كونسبت وابتدى يعمل ديزاين، ويعني تحس ان عنده رؤيه في الموضوع. صح. طيب خلينا برضو نتطرق، بما اننا احنا بنجيب في اكزامبلز لنماذج ناجحه، كلمني اكتر عن حجوجه. ايه رايك في الاكسبيرينس كلها؟ بص يعني انا ما زرتش حجوجه، فمش هقدر اقول لك بالظبط الاكسبيرينس ايه، بس كمشاهده سريعه من بره، هو مطعم مصري. انا شايف ان هو ما بيخاطبش الفئه اللي فوق قوي، لان الفئه اللي فوق مش هتبقى عايزه تروح تقف في زحمه وتستنى بالساعات. اي كلاس مش هيقعد على كراسي بلاستيك. ولكن حجوجه من المطاعم اللي بتقدم اكل حلو جدا وعامله شغل حلو جدا ومكسره الدنيا، واعتقد ممكن تكون الزحمه كمان بسبب سعرها، انا ما اعرفش اسعارها ايه. ما زرتوش، ما كانش ليا الحظ اللي انا ازوره. بس هو كونسبت لوحده. يعني هو برضو هقول لك كونسبت اكل حلو بيخاطب الفئه الفئه بي، وبيجي له جزء من ايه. صحيح. اللي هو قادر ان هو صحيح. اللي هو له بقى معارف. صح. تمام. صح. يعني انا هخش الاقي ترابيزتي موجوده وجاهزه والكلام ده وكده. بالظبط.
وفي نفس الوقت ممكن يجيله من بي وممكن يجيله من سي. معتمد على الزحمه جامد جدا. هو الزحمه دي هي بتكون، يعني انا من وجهه نظري سر نجاحه في الاول الزحمه. يعني هو لما فتح الاول في الساحل، هم المصريين بيحبوا الزحمه بالظبط، فكله بيبقى عايز يروح يعرف هو في ايه لا، واسلام ولا سلامه أشوف. هو صاحب المطعم. اسلام سلامه، اسلام سلامه من الناس اسلام حبيبي. يعني من الناس اللي هم مطاعمهم ما شاء الله كلها زحمه، ان كان بلبن، ان كان حجوجه، ان كان وهمي اللي لسه فاتح دلوقتي برضو عليه زحمه. اعتقد يعني السوق المصري شويه الناس بتشوف الزحمه فين وبتجري، على عكس دبي. صح. يعني دايما اقول المطاعم في دبي بتبيع الوقت. لو انت ما راعيتش الحته دي وسرعت وقتك هتخسر كتير. لو عملت بقى زحمه وبراحتك، لا، الناس في دبي مش هتقف تستنى زحمه. ما هو ده برضو يرجعنا لقصة ان انت الاماكن اللي احنا اتكلمنا عليها كلها، سواء وهم او بلبن او حجوجة، الديزاين عندهم مش ميجر، الديزاين بيكمل. بس في بلبن البراندنج كان ميجر. براندنج بس هو السبيس كده كده بتاعه صغير، فما فيهوش يعني. بس كان طبعا عامل حاجه تخش القلب من البدايه. صحيح. لسان البقره مع من دنيا حلوه. نقطه اللبن، كل ده الالوان اللبن في كونسبت صح مبني. بلبن من اروع نماذج البراندنج اللي اتعملت في مصر من 2.5 او من 3 سنين. صحيح. يعني ممكن اقول لك مش نفس الاشخاص، اسلام ومؤمن الاثنين مع بعض، وده حجوجه بلا بس حجوجه البراندنج بتاعها مش حلو، هو حاطط صوره حاجه وخلاص بس يعني يعتبر ما فيش حاجه تخش القلب قوي كبراندنج. انا بتكلم كبراندنج. لكن بلبن من اروع، مش انتيريور ديزاين عند بلبن عادي، لان هي محلات كلها هو صغيره، بيخدم على الالوان والفكره وخلاص. ما هو ده اللي انا ارجع اقوله لك، شطاره الانتيريور ديزاينر ان هو ما ينفردش ويسيب الناس كلها وراه. طبعا هو لازم يفهم الكونسبت هيتعمل ازاي ويبدا يخدم عليه، مش يقوم انا دلوقتي انا عايز اثبت بقى وبان قوي، فيجي على حساب حاجات تانية فالموضوع يطلع ماسخ. وده اللي متحقق في براندات كتيره قوي قوي قوي، ان وهو ده شطاره المهندس او التيم اللي بيشتغل على الكونسبت ده، ان هو بيشوف الالوان والسي اي والفكره، وانا ايه الرساله اللي انا عايز اوصلها. لازم يبقى في عندي رساله، مش بعمل كده وخلاص. وفي نفس الوقت بعد ما بنخلص بقى الرحله دي كلها نيجي بقى للتيست. هو ده بقى اللي بيرجعنا تاني. انت الديزاين والهويه ده بيخليك تروح مره واتنين والزحمه، بس زي ما انت قلت في الاول، لو المطعم اكله بقى وحش انا مش هروحه تاني. صورت جنبه وعملت اللي انا عايزه مش هروحه تاني خلاص. فبتبدا بقى المطاعم كلها يحصل لها سلو داون وتنزل. طيب عايز اتكلم معاك في موضوع اوبريشن بقى اكتر، او يخص الاوبريشن اكتر، الالكتروميكانيكال واهميته في المطعم. يعني ايه الكتروميكانيكال وبنعمله ليه وايه لازمته وقصة الدفاع المدني والحاجات دي كلها اللي هي بقى احنا ما بنشوفهاش او الجست ما يعرفش عنها حاجة. ولما بيجي المستثمر النهاردة يدخل في موضوع المطعم بيفاجئ ان في حاجة اسمها الكتروميكانيكال، لو ساعات كمان بيكبر دماغه منها شوية يعني. ملناش دعوة بدول. خلينا نتكلم في اللي هم هيمشوا يعني مع الرولز، واللي بيكبر دماغه ده ما هو بيضر نفسه. طبعا ما هي جزء من التجربه انك تبقى قاعد الفنتيليشن عندك كويس. صح. انت مطاعم كتير تدخلها مثلا في دبي، لان انت عارف ان دبي معتمد على المكيف وعلى التكييف وكده، ممكن تدخلها تلاقي الباب مشفوط وداخل سرسوب هواء جامد سخن من بره، وسرسوب الهواء ده اللي داخل ده جامد مبوظ لك التكييف جوه. ودي كلها فنتيليشن، لان انت عندك شفاطات جوه في المطبخ. الشفاطات دي على سبيل المثال وليكن بتسحب لك مثلا 8000 سي اف ام، فانت لازم تدخل جوه مطعمك نفس المعدل 8000 برضو. صحيح. عن طريق فريش اير وعن طريق مكيفات. الناس ما بتعملش كده، هو يحط المكيفات في الصالة، يسحب ويحط مكيفات في المطبخ، ويحط شفاطات في المطبخ. فالشفاطات بتسحب الهواء الساقع، فما فيش حاجة داخلة تعوض. فاوريدي اول ما باب يتفتح تلاقي ايه؟ الهواء جامد من جوه. تلاقي حتى في بواب في مطاعم وانت داخلها تلاقيها مشفوطة مش راضية تتقفل. صحيح. تمام. ودي بتخلي التجربة مش كويسة، لان انت بتخش تلاقي درجة الحرارة جوه مش كويسة. فلذلك لا، مهم جدا ان انت قبل ما تفتح مطعم لازم تحسب الفنتيليشن والسيركوليشن بتاعت الهواء بتاعتك عامله ازاي، سواء بقى مع المكيفات، مع الفريش اير، مع الهود والدكت اللي انت هتركبهم فوق
فوق البوتاجازات بتاعتك. لازم تبقى فاهم ان ما ينفعش يتحط مثلا ضغط على شوايه فحم متوصل مع ضغط على فراير، لان ده ممكن الزيوت اللي طالعه من الفراير طبعا. مع شظايا الفحم تعمل حريقه فوق لا قدر طبعا الله. طبعا. بقى في اشتراطات دلوقتي في الدفاع المدني، سيفل ديفنس هنا في دبي. بقى لها فتره يعني لازم تحط سيستم على الضغط او على الهود ذات نفسه، على الهوت لاين على نفسه الهوت لازم لاين. يبقى فيه طبعا. حتى كمان دلوقتي بقى كمان في على الوك تشيلر والثلاجات والفريزرات بيبقى في سيستم لوحده. انت لو ما عملتش كل الكلام ده اولا لا مش هتفتح صح. صح. تمام. لو رحت جبت مقاول او رحت جبت استشاري مش من البلد من هنا مش فاهم، مش هتفتح صح. صحيح. لازم يكون في تناسق ما بين الانتيريور ديزاين وما بين الناس اللي بتشتغل في الحته بتاعه الكتروميكانيك عشان حتى كمان انت كمان في الصاله لازم تبقى يعني في ناس دلوقتي بتعمل ديزاين بالضغطات طبعا اللي ماشيه في الصاله، الاوبن سيلينج. صحيح. ما بتحطش كمان سقف اوبن سيلينج وبتعمل ديزاين. انت عارف ان في خناقه شهيره جدا ما بين دايما الانتيريور ديزاينر والالكتروميكانيكال ديزاينر. والله ده خناقه معروفه. عامله زي خناقه الاستشاري والمقاول بالظبط. الخناقه دي دايما الانتيريور ديزاينر زي ما بقول لك بيحلم ويبدا ينطلق، وبعد كده يجي له بقى الكتروميكانيكال يقول له ثانيه واحده، ده هنوصله ازاي؟ ده هنجيبه منين؟ ده هنعمله ازاي؟ لا انا عايز احط هنا ماسوره، عايز احط هنا، ويبتدي يديله ليميتيشنز في الديزاين. ليه؟ والانتيريور ديزاينر بقى يبقى شايف الكتروميكانيكال بيستسهل، والالكتروميكانيكال بيبقى شايف ان الانتيريور ديزاينر بيعقدها له، وتحصل هنا خناقه كبيره جدا على ما يبتدوا يوصلوا مع بعض لحاجه. فدايما لما بنيجي نحط ديزاين بتلاقي الكتروميكانيكال، المهندس الكتروميكانيكال قاعد كده يقول لك انا قلقان، خلينا نحاول نوصل لحلول في التكييفات في كل حاجه. وبرضو عايز اقول لك حاجه، الاوبن سيلينج حل مشاكل كتيره جدا جدا. حل مشاكل بعدين بيحسسك جدا بوسع شويه في المكان، طبعا يحسسك في وسع، ويحسسك ان في موضوع في السقف. يعني غير ما تقفله جيبسون بورد وبعد كده بتلاقي بعد مع الوقت بقى الرطوبه والميه وكده كده مفيش كرياتيفيتي في الديزاين، فتلاقي ان الدنيا اتقفلت. لا الاوبن سيلينج النهارده انت بتقدر انك تعمل اي مينتننس، تقدر تصين اي حاجه بتحصل في السقف بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت شكله حلو. وفي للاسف ناس بتعمله وهي مش فاهمه، يجي يقول لك ايه، انا هعمل اوبن سيلينج فانا ما عملتش جيبسون بورد فكده مفيش تكلفه انا وفرت. لا انت مش فاهم، ده انت عشان بس تنظم كم المواسير اللي موجوده في السقف ما بين كهرباء، واوقات بيبقى بلامينج، واوقات بيبقى فاير فايتنج والفاير الارم والتكييفات، عشان تنظم ده تعمله بشكل حلو. والتكييفات كمان لازم تعمل لها حاجه اسمها كلادنج، ان انت الجريلات بتاع التكييفات دي بتبدا ان انت تجلدها بجريلات برضو تانية عشان خاطر بتديك الشكل اللي انت عايزه، وليها كذا تكنيك. فالكلام ده بالعكس ده احيانا ان هو بيعمل لك كوست اعلى من ان انت تقفل جيبسون بورد. جيبسون بورد بتقفل واللي فوق بقى انت وحظك. لما ندخل مطاعم كتيره جدا بنعمل لها رينوفيشن ونبدا ننزل السقف بنتخض، بنلاقي بقى اسلاك نزلت علينا ومفيش مواسير ومفيش بايبنج مظبوط. فالحاجات دي كلها، الحاجات دي بتضر بعد كده بطريقه رهيبه، بتعمل مشاكل غير طبيعيه في الاوبريشن. بقى الاوبريشن بيبدا ينضر، وهو هنا بقى بيبان الديزاينر وشركه الفيت اوت اللي بتعمل شغل بكواليتي، وحد تاني بالبلدي كده بيشقلب وقلب وخلاص. صح. من وجهة نظر يونس، ايه هي عوامل نجاح المطعم؟ الكونسبت القوي ده يكون عن طريق برودكت قوي كويس. البرودكت اكل وسيرفيس وامبيانس واجواء في لوكيشن، ودي مهمه قوي. لوكيشن صح، مختار بعنايه، بيحقق اللي انت عايزه. ايجاره ما يزيدش عن 10% من مبيعاتك المتوقعه، 10% من مبيعاتك المتوقعه. منطقه سكنيه مأهوله بالسكان، قريب من مؤسسات حكوميه وشركات والكلام ده كده، بيبعد عن المنافسين بتوعك، يكون يعني بيقفل جاب موجوده في السوق عن طريق البرودكت بتاعتك. بعد ما انا عملت المفهوم والكونسبت والكلام ده كله، اخترت الموقع، يبقى لازم يكون في عندي تسويق قوي 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 فوق ما تتخيل. اسوق للي انا عملته ده،
واستخدم بقى الاليمنتس اللي عندي في الانتيريور ديزاين وفي البراندنج وفي اللي هي الفيزيكال ايفيدنس اللي موجوده، علشان اوصل المفهوم والكونسبت بتاعي للعميل المستهدف اللي انا عايزه، اللي انا اوريدي بتارجته. تمام. لازم عندي محاسب شاطر. الحسابات في المطاعم مهمه جدا، الارقام في المطاعم مهمه جدا. ولما بقول محاسب انا بلخص فيها كل حاجه، بلخص فيها الكوست كنترول، بلخص فيها البرشيزنج، بلخص فيها السيستمز اللي انا هشتغل بيها، ان كان بي او سيستم كويس قوي، اي ار بي سيستم كويس جدا، سي ار ام سيستم كويس جدا، علشان اقدر ان انا ادير البروجكت ده واتوسع بسهوله، واتوسع كمان بسهوله. كمان عشان افتح مطعم ناجح لازم يبقى عندي موظفين شاطرين. اللي هيعمل كل الكلام ده الموظفين. انا بقول المطاعم عباره عن 5 حاجات. الموظف، وده لازم يبقى مبسوط علشان يعمل زبون مبسوط. اكيد. يبقى صح. تاني حاجه الزبون. يبقى الموظف، بعدين العميل، والعميل مش هيبقى سعيد الا لما الموظف سعيد. بعدين السبلايرز، والسبلايرز هيبقوا سعداء لو انا بديهم فلوسهم في مواعيدهم، وهديهم فلوسهم في مواعيدهم لما انا بكون بعمل مبيعات كويسه والدنيا ماشيه معايا وشغاله. يبقى اول شخص الموظف، تاني شخص العميل، تالت شخص السبلاير، رابع شخص المنافس لو هو في منافسه شريفه ما بيننا وما بين بعض، منافسه بتخلي البراندز كلها اللي في السوق بتطلع لفوق، مش منافسه سوري في اللفظ يعني غير شريفه او بقله ادب او الكلام ده. تمام. فدي بتساعد على نجاح السوق كله. لما انا الاقي مطعمين 3 4 مصريين اقوياء فتحوا في السوق الاماراتي، هم هتوسع السوق. لما بلبن دخل السوق الاماراتي وسع واكل الناس رز بلبن، هنود صحيح. وباكستانيه وفلبنه ومصريين صحيح. ومواطنين وكل الناس. صحيح. تمام. صحيح. فالمنافسه الشريفه بتساعد على نجاح العلامات التجاريه اللي بتنافس بطريقه صح وبطريقه شريفه. خامس واحد صاحب المكان. صاحب المكان بقى لازم فالمطعم هم 5 اشخاص: موظف، عميل، منافس، سبلاير، صاحب المطعم. فانا لو انا اشتغلت على النقط دي كلها من البدايه، انا هقدر في الاخر اعمل مطعم ناجح. المطعم الناجح ملخص كده سريع: مفهوم ناجح، والمفهوم الناجح يعني برودكت، يعني كونسبت، يعني خدمه، ستايل خدمه معين، يعني اجواء وديكوريشن والكلام ده كله، ولوكيشن طبعا يخدم بقى كل التجربه دي، وتسويق قوي جدا، موظفين اقوياء جدا، محاسب شاطر لازم يكون موجود في المطعم، وادارات تكون موجوده في المطعم، اتش ار ومحاسب والكلام ده كده. وفي الاخر التوفيق من عند ربنا. ده مهم جدا. ده اهم يعني شيء. مهم جدا. اهم يعني. شيء. يعني ممكن تعمل كل ده وما تنجحش، ما جالكش التوفيق. صح. توفيق ربنا ده قبل اي حاجه. وممكن تسقط حاجه منك وتنجح في مطاعم نجحت بكل بساطه وبكل سهوله. بتوفيق ربنا برضه. طبعا. صح طبعا. طبعا ونعم بالله. قبل ما ننهي الحلقه عايز اتكلم معاك في مشكله، يعني ممكن الناس ما تفهمهاش، بس اعتقد انا وانت هنفهمها كويس قوي. الكرسي بتاع المطعم. ايه رايك في الموضوع ده؟ احكي لي اكتر عن تجربتك مع كراسي المطعم. امتى بنعمل الكرسي مريح؟ امتى بنعمله اقعد عليه ساعتين او ساعه وامشي؟ هل انت من الشخصيات اللي بتركز قوي في التفاصيل لدرجه ان انت كرسي المطعم بيفرق معاك؟ بص، خليني قبل ما اخش في النقطه دي نفهم الناس ان في انواع بالظبط من المطاعم. حلو. بدايه من اول فاست فود، ودي المطاعم الوجبات السريعه. أيوة. ودي اللي احنا بنشوفها بالوان الاصفر والاحمر بيبقى في كاونتر تروح تطلب منه الحاجه وهيلب يور سيلف، وتقعد على كرسي بسيط او كنب بسيطه، وبتبقى حتى كمان الطاولات ماسكه في الارض. صحيح. ما بتتحركش. صحيح. بيلت ان. مظبوط. تمام. نيجي بعد منه ظهر حتى مؤخرا الفاست كاجوال. يعني احنا عندنا فاست فود وعندنا الكاجوال، هنرجع للكاجوال كمان شويه. ولكن ظهر ما بينهم الفاست كاجوال اللي هو واخد حته من الفاست فود واخد حته من الكاجوال دايننج، او اللي هو مطاعم بتقدم وجبات سريعه بس مش جانك فود، بماتيريال او بمواد خام يعني بتبقى شويه جورمي وشويه انضف. يعني انا مثلا ممكن اروح اكل من الفاست فود برجر بيبقى جانك، ممكن اروح اكله من الفاست كاجوال بيبقى ممكن اكله برجر واجيو بريسكت مش عارف بيبقى بريميوم شويه. بريميوم بالظبط. بتبقى كمان بيبقى ظاهر في الديكوريشن شويه اعمال خشبيه، اعمال معدنيه كده في الفاست كاجوال، وده ظهر في الفتره الاخيره. الكاجوال دايننج فده المطاعم الكاجوال اللي بتبقى سهله ومريحه وبسيطه، فلازم كراسيها بتبقى مريحه، طاولاتها بتبقى مريحه، الديكوريشن بتاعتها لازم تبقى بسيطه ومريحه والكلام ده. في بقى كمان اللي هي الفود تراك والستريت فود والحاجات اللي بتتعمل في الشارع، في الكلاود كيتشن،
في تي هاوس، كوفي هاوس، السبيشاليتي كوفي. ففي انواع مختلفه من المطاعم، كل الانواع دي اعتقد ان هي بتبقى محتاجه حاجه مختلفه، من الديكوريشن، من بالظبط. الكراسي، من الطاولات، من الالوان، كل شيء. بالظبط. فبناء على على اللي انا ناوي افتحه. يعني اللي انا افهمه من كلامك ان التيرن اوفر هو اللي بيفرق معايا. يعني انا الكلاينت انا عايزه يجي يقعد عندي قد ايه؟ طبعا في الكوفي شوب، يعني في المطاعم غير الكوفي شوب. الكوفي شوب الكلاينت كده كده لازم يجي يقعد يستريح، تمام. فما ينفعش تحط له كرسي يضايقه. صح. تمام. صح. في المطاعم لا، لان انت عايز التيرن اوفر يبقى عالي وهو مطعم. صح. تمام. فلازم يجي يقوم بسرعه. انت تعرف ان احنا عندنا في المطاعم حاجه اسمها ريف باش، ريفينيو بير افيلبل سيت بير اور. الكرسي ده بيدخل لي قد ايه ايراد في الساعه. هايل. كل ما انا اشتغلت على الحته دي كل ما انا هعمل فلوس اكتر. صحيح. تمام. صحيح. يعني على سبيل المثال، مش بقول لك قوم الزبون، بس على سبيل المثال بشوف البوتل نيك اللي عندي ايه في المطعم، ومأخره الاوبريشن ومأخره البروسيس، بحلها عشان الزبون ما يقعدش وقت طويل يستنى اكل. ادرس القعده بتاعتي او قعده الزبون على الكرسي يقدر يستحملها لمده قد ايه. يعني هو موسك الكرسي ده يريحه ساعه، بس بعد ساعه يتعبه. تمام. فانا عايز انا مش عايزه برضو يقعد لي ساعتين 3 4، لدرجه ان في نيويورك بقى في مطاعم دلوقتي بتدرس الموضوع ان هو تقعد الزبون 90 دقيقه، استراتيجيه 90 دقيقه. اخرك عندي جوه المطعم 90 دقيقه، بعد 90 دقيقه تقوم او تعمل شيك جديد. صح. لان نيويورك من البلدان اللي المطاعم فيها عليها زحمه وعليها ترافيك. ففي الكوفي شوب لا، لازم يبقى الكرسي مريح شويه، اريح من الكرسي بتاع المطعم. الكرسي في الفاست كاجوال مختلف عن الكرسي في الفاست فود. فعلى حسب. حتى كمان تلاقي السبيشاليتي كوفي فيها القعده بتبقى صغيره وبسيطه، وشكل الكراسي كمان مختلف. بقت ناس كمان تعمل طاولات مختلفه خالص عن بعض، يعني صحيح. كذا كذا شكل. اغلب الكونسبتس دي كلها بتعتمد على حاجه اسمها اندستريال ديزاين. الاندستريال ديزاين ده اللي هو مستوحى كله من زمان، صناعه التصميم يعني. بالظبط. لا مش صناعه التصميم، المصانع، الديكورات بتاعه المصانع اللي هي كانت كلها من الحديد. أيوة. والصاج والخرسانه والخشب الرو، كل الحاجات دي الاندستريال ديزاين كان بيعتمد عليها. فالكراسي اللي اتعملت بتخدم على الاندستريال ديزاين هتلاقي دايما يا اما القعده بتاعتها خشب يا اما القعده بتاعتها حديد وصاج، بيبقى الهدف بتاعها ان انت تقعد 30 دقيقه ساعه وبعد كده تقوم عشان يبقى فيه تيرن اوفر وهكذا. بيحصل في عندك مشكله كبيره جدا انك بتلاقي في مطاعم بتيجي تقول لك انت حجزك من 8 ل 10 وفي من 10 ل 12، وبقوا بيعملوا الليميتيشن ده، بيحجز لك بالوقت. تيجي تروح تقعد على الكرسي تبقى مش عايز تقوم، فتبقى انت قايم متضايق، هو انت بتقومني ليه؟ انا عايز اقعد تاني. فهو المفروض ان هو ياخد باله، ما دام هو عايز يعمل الكونسبت ده فهو لازم يبدا يحط ديزاين لكرسي. انا بعد ساعتين زي ما حضرتك قلت كده ابدا اتعب، عايز اقوم، عشان بيبقى ليه ابعاد تانية خالص. وده اللي بتكلم فيه، ان الديزاين والجزء الهندسي الانجينيرينج هو اللي بيخدم كل الافكار دي، هو اللي التكنيكال بيبدا يحقق كل النيدز اللي حضرتك بتفكر فيها كاوبريشن وكاستراتيجيك مانجمنت. بتحط الرؤيه، بتحط كل الكلام ده. لازم يبقى فيه ايد هندسيه هي اللي بتحط كل الكلام ده وبتنفذه، يعني with a professional quality. السؤال بقى هنا لحضرتك، انت مع اي مدرسه؟ مع مدرسه ان انا افصل الكرسي من اول وجديد، ولا اشتريه جاهز؟ لا انا توتالي هتلاقيني بقول لك افصل الكرسي من اول وجديد. افصله. انا راجل ديزاينر. هتلاقيني عشقي كله ان انا كل حاجه اكريتها ما تبقاش شبه حاجه. اوكي. فطبعا افصله بالنيدز اللي انا محتاجها، اعرف الكونسبت بتاعي ده، انا عايز الكلاينت او الجست اللي هيدخل عندي يقعد وقت قد ايه السيرفيس اللي هيبقى محتاجها ياخدها، القعده نفسها شكلها عامل ازاي. هو هيقعد هنا مثلا في كافي شوب، عايزين نقعده على لابتوب، هل هياكل، هل بس احنا زي ما حضرتك قلت سبيشاليت كافي، ايه الكونسبت اللي هو هيعمله، وبناء عليه بنبدا نحط له الديزاين. اوفر اول كلنا بنتكلم جلوبال لانجويج في الديزاين، يعني الديزاينز بقت قريبه من بعض وبقت شبه بعضها، بس دايما انت بتحاول انت تعمل حاجه كرييتيف بتميز الكونسبت بتاعك عن اي كونسبت تاني. وده هو اللي بيميزك انت كانتيريور ديزاينر. ومش بس الكرسي، انت بيبقى عندك كمان معضله في الترابيزه وارتفاع الترابيزه، ولما بتبقى فاين دايننج، لما بتبقى كافي شوب، ولما تبقى يعني كل كونسبت بيبقى ليه تفصيله معينه. في كمان اللاونج نسينا نتكلم عنهم حتى. طبعا اللاونج طبعا اللايتنج ليه دور مهم جدا جدا. امتى نجيب الدروب لايت يبقى فوق الترابيزه، امتى نشتغل بس بالتراك لايت. بس انا دايما بقول حاجه يا باشمهندس، ان لما تيجوا تعملوا اللاي اوت بتاع المطبخ لازم يبقى معاكم متخصصين، ما تعتمدوش بس على مهندس الديكور.
يعني مهندس الديكور ما ينفعش يعمل لي بتاع المطبخ. مهندس ديكور ولا هو كل النقل. حاجه. هو الراجل اللي بيليد كل حاجه. بص انا كاحمد فكري، لا انا لازم لما باجي بنحط اللاي اوت الاساسي بيبقى في معايا شخصين، دول بالنسبه لي مهمين جدا، اوبريشن والشيف. الشيف قول لي احلامك، الاوبريشن قول لي طلباتك. لازم يبقى حد متخصص وخبير، لان ساعات احلام الشيف بتتعارض مع مشترطات وطلبات البلديات والشروط الصحيه والهيجينيه والكلام ده وكده. لو على الشيف هو مش عايز حوض غسيل ايدين في كل حته. لو على الشيف هو عايز يقطع الفراخ هنا وجنبيها يقطع اللحمه وبعديها بشويه يروح مطبوخ. بيستسهل. يعني دي من المشاكل اللي احنا بنقابلها مع مطاعم كتير قوي. بيجيلي انت عارف عياده المطاعم يعني ما بيجيليش الا المطاعم العيانه للاسف يعني. فبنتعب أيوة. قوي. فمن ضمن المشاكل اللي بتكون موجوده عند بعض المطاعم والامراض اللي بتكون موجوده عند بعض المطاعم بتبقى نابعه وناتجه عن تصميم المطبخ الداخلي. تصميم المطبخ انا دايما اقول ودايما بحس على الموضوع ده، لا تخلي شركه معدات مطابخ تعمل لك بس التصميم، ولا تخلي مهندس ديكور بس يعمل لك التصميم بتاع المطبخ. امال مين بقى اللي عامل التصميم؟ لازم يكون حد خبير عارف فاهم يعني ايه فلو اوف ذا اوبريشن ان ذا كيتشن، عارف يعني ايه متطلبات وشروط الصحيه، فاهم ايه مخاطر الغذاء تمام كلها اللي ممكن تنتج عن التصميم اللي بيحصل في المطبخ. لازم يكون في استشاري اغذيه ومشروبات فاهم فود سيفتي، يكون قاعد مع مهندس الديكور وهو بيعمل مخطط المطبخ علشان يعملوا لي اوت 10 على 10 ما يخرش الميه، يساعد على فلو جوه او تدفق العمليات جوه المطبخ بشكل سريع وبشكل بسيط وبشكل يخدم صحه وسلامه الغذاء. طيب بمناسبه بقى الموضوع ده، انت مع في المطبخ والبار بلاعه ولا جريلا؟ لا ما كله لازم يبقى فيه جريلات. ما عادش بقى نظام البلاعات ده. بس بتقابل عملاء بيجي يقول لك لا 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 مش عايز جريلات، انا بلاعات، انا عايز بلاعات. لا لا لا, لا. ما ينفعش. لازم جريلات درين وتتنظف بشكل دوري وليها كيميكال دلوقتي معينة علشان الجريلات دي بتكون حاجة من الحاجات اللي ممكن تخلي الحشرات موجودة في المطبخ باستمرار لو ما تنضفتش. بالظبط. ولازم تبقى ليها سماكة معينة عشان تقدر تستحمل الاوبريشن، لدرجة ان انا كمان دي بقى الخبرة هنا بتلعب عامل. يعني انا اجي عند الجريلات انصح الناس اقول لهم اعملوا حوالين الجريل جرانيت او رخام علشان تبقى ماسكة نفسها تستحمل، لان دايما الحواف اللي مع كل جريلا دي بتتكسر والبلاط بيتغير بشكل دوري. صحيح. فهنا هرجع تاني اقول لك هنا دي نقطة مهمة قوي فعلا. خبرة الاوبريشن مع مهندس الديكور في تصميم المطبخ مهم قوي. مهم قوي. معلش يا جماعه اصرفوا بس ملمين كده شويه صغيرين على استشاري يجي يقف معاكم وانتوا بتعملوا لي اوت بتاع مطبخ، لان صحيح. احنا بنشوف بلاوي هترجع